السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. تعالوا نصلي على النبي، نسمي بالله ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نعمل مع بعض النهارده صينيه جلاش باللحمه المفرومه. انا معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا هنا بصلتين كبار متقطعين ناعم، خرطهم على ايديا كده متقطعين ناعم. ومعانا هنا البهارات، معانا هنا معلقه بهارات لحمه، معلقه ملح، معلقه صغيره بهارات سبعة، معلقه صغيره فلفل اسمر. والبهارات اللي انت حابه تحطيها حطيها، يعني انا مش هحط اكتر من كده على اللحمه المفرومه. ومعانا هنا لفه جلاش، تعالوا نروح على النار. معانا هنا طاسه على النار اهيت، ولعت عليها النار، سخنت اهي. احط رشه زيت بسيطه عشان اللحمه يعني فيها دهون، رشه بسيطه كده. هي الطاسه بتسخن معانا اهي، تسخن معايا بس وهنزل باللحمه، هي اصلا سخنه. هنزل باللحمه كده اديها صدمه، الطاسه سخنه معايا والزيت سخن. هنزل باللحمه الاول اديها صدمه. على نار عاليه كده عشان ما تنزلش ميتها. تاخد صدمه معايا بس، وبعدين انزل بالبصل. كمية الجلاش دي خفيفة، والحر دي خفيفة وحلوة، والولاد بيحبوها، وتنفع معاكي في العزومات، يعني على كل عزومة وعلى كل سفرة يعني. جبت اللحمة كده بقلبها عشان ما تكتلش معايا. تاخد لون معانا اهي. انزل كده بالبهارات معانا. اللحمه اتفلفلت اهي، انزل كده بالبهارات معانا. معلقه بهارات لحمه، معلقه ملح، نص معلقه البهارات السبعه، معلقه فلفل اسمر. انزلهم كده على اللحمه، واديها تقليبه كده. عندك بهارات تانية انت عايزه تحط اي بهارات انت بتحبيها حطي، بس يعني اللحمه اللي متعصجه ما بتعوزش بهارات كتير. والبهارات دي يعني حسب ذوقك اللي انت حباه حطيه. كده بقى هنزل بالبصل معانا، بالبصلتين المفرومين معانا. نبدأ بقى مع البصل. النار عالية، ما نزلتش ميه ولا اي حاجه اهي. هقلبها بقى لما تستوي معانا خالص وميتها تنشف تستوي معانا، حط عنها. اللحمه كده دخلت معانا في السوا اهي،
كده نبدلها تقليبه كمان اهي. البصل دبل خالص ودخلت في السوا معانا اهي ونشفت اهي، مفيهاش ميه خالص. هتاخد تشويحه كمان بس واطفي عنها. اللحمه استوت معايا اهي، استوت سوا كده معايا اهي. طفي عنها بقى. ومعايا هنا معلقتين سمنه بلدي ومعلقتين من السمنه العاديه، اي سمنه عندك تحبيها. هسيحهم بس يسيحوا بس معايا عشان دول اللي هدهن بهم الجلاش. عادي براحتك، حاجه براحتك يعني اللي انت حباه. بس انا عاملاها كده عشان يعني السمنه تديها طعم وكده، تدي الجلاش طعم، تديله طعم حلو. معايا هنا الصينيه مستطيله اهي، يعني هدهنها بالزبده كويس. هدهنها كده دهنه حلوه كده من الجناب يعني الزبده مع السمنه دي بتدي طعم الجلاش يعني عن الزيت. يعني لو مش موجود زبده وكده وسمنه اعملي بزيت عادي، مفيش حاجه توقف الواحد. اي حاجه الواحد يعمل بيها، الموجود عندك اعملي بيه. دهنت الصينيه كويس. انا هاخد ورقتين هنا معايا لفه الجلاش بس عشان كانت في الفريزر فبتبقى متبهدله شويه، بس عادي كل ده ما تبانش. كده هاخد ورقتين. طبعا هي كبيره على حجم الصينيه، هرميها كده وادهن. هدهن بين كل ورقتين، يعني مش هدهن ورقه لا، بين كل ورقتين وورقتين عشان ما ياخدش ماده معانا دهنيه كتير ويبقى ايه الماده الدهنيه بتاعته كتير وكده. برضه هنا هاخد ورقتين. ده الجلاش اللي هو بيجي ملفوف، مش اللي هو بيجي من الفرن طازه، لا هو ده اللي بيجي ملفوف كده، بيبقى النشا بتاعه كتير شويه. ده ما عملت دي عكس كده، هاجي بقى من هنا كده عشان ما يبقاش ياما فيها ياما فاضيه وياما تخينه، يعني هعملها عكس بعضها كده عشان تبقى كلها زي بعضها. بدل ما اقطعها لا انا بتنيها وبعمل ورقتين كده وورقتين اليمه التانية عكس بعضهم. المره دي انا عملت المره دي هنا بعملها عكسها اليمه التانية، يعني بدل ما اقطع كده لا نقدر نقطع كده. انا سويت الصينيه اهي، سويت الورقه اهو كده. هحط اللحمه المفرومه، انزل باللحمه المفرومه. اي ورقه مكسره عايزه تحطها في النص حطيها، ما بتبانش ولا اي حاجه، كل المكسر ده ما تبانش عشان بس الجلاش ده كان عندي في الفريزر فعادي هو ما تبانش. كده هفرد اللحمه كويس كده، افرد اللحمه في الصينيه كلها.
هفردها في الصينيه كده كلها كده، واحاول ما اجيبش في الجوانب يعني على الحرف كده عشان ما تتحرقش معايا، وبتعمل ريحه كده وتفكري ان الجلاش استوى وهو لسه ما استواش. سوي اللحمه كده كلها سوت بعضها كده. وزعت اللحمه كده. انا حطيت اللحمه اهي، وبحط اخر طبقتين، حطيت طبقه وده اخر طبقه، هتنها بقى لجوه كده عشان ايه في التقطيع ما تبانش معايا. ده شكل الصينيه كده. اقطع الصينيه يا حبايبي، اقطعها التقطيعه العاديه اللي هي المربعات. معايا هنا كوبايه لبن، ده الخليط اللي هسقيه بيها. معايا هنا بيضه، هنا حطيت البيض على اللبن، هنا شويه ملح وشويه فلفل اسمر، ورشه بهارات صغيره، واقلبهم مع بعض كويس. اقلب البيضه كده في اللبن كويس لما تختفي خالص كده. قلبت البيضه اهي مع كوبايه اللبن، كوبايه بس واحده لبن، وقلبت البيضه معاهم مع البهارات مع الفلفل الاسمر. وهزج بقى الجلاش بتاعي. وادخله الفرن كده يا حبايبي. انا زيته اهو باللبن، زيت الصينيه اهي باللبن، ادخلها الفرن وبوريها. ودي الصينيه طلعت معانا من الفرن اهي، ودي شكل صينيه الجلاش، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وبطعم وريحه السمنه البلدي. طعم الزبده والسمنه البلدي فيها مخليها جميله، ريحه الزبده والسمنه مخليها جميله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شوفوا شكل الصينيه معانا اهي. طلع لكم بس شكل الجلاش معانا، شكل الخلطة معانا. بصراحة الصينية شكلها جميل وطعمها يبقى أجمل.
وطريقة سهلة وبسيطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.